السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني كتير خالص. النهاردة بإذن الله هنعمل وصفة جميلة جدا واقتصادية وطعمها تحفة. اسمها الجوانح بصوص البافلو. الاكلة ديت اكلة في اسيا وكده، وطعمها بجد حلوة، تستاهل ان انتوا تجربوها. بس قبل ما نعمل اي حاجة نقول المقادير، نقول الباقيات الصالحات، ونصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وكل يقول عليه الصلاة والسلام عشان تاخدوا الأجر والثواب بإذن الله. يلا تعالوا معانا نشوف المقادير. الأكلة دي عبارة عن إيه؟ جوانح فراخ زي ما انتوا شايفين. شفت عملتها إزاي؟ قسمتها على قطعتين وشلت الحتة اللي هي في الأخيرة في جناح الفرخة. وعبارة عن توم، ليمون، وفلفل حار، ميه متلجه. هاخد معلقه بيكنج باودر. التوابل هنا زي ما انتوا شايفين كده: بصل باودر، توم باودر، ملح، زنجبيل باودر، وديت قرفه، فلفل اسود، وزعتر، بابريكا، جوز الطيب. دي 3 معالق نشا، و3 معالق دقيق ذره، ودقيق ابيض، سمسم، معلقتين عسل، ومعلقتين صويا صوص. هنبدأ هنعمل ايه دلوقتي؟ انا زي ما انتوا شايفين كده انا حطيت فيها من شوية يوستفندي. بعمل ايه؟ باخد مية اليوستفندي والقش وادعك بيها الجوانح دي على اساس ما يبقاش لها ريحة زفارة، بالبذر، بكل حاجة، بالقشر، بالمية، بكل شيء. وهدعك كده، وبعد كده هشطفها واصفيها من من الحاجات دي. شفتوا نضفتها ازاي؟ نضفتها جدا. طبعا دي لو كلتوها بره ما بتبقاش حلوة ونضيفة زي البيت كده. هعصرها كده بالليمون، هتاخد حوالي ليمونتين. دلوقتي هحط الشطة بتاعتي دي، هحط الثوم كده وهضربها بس عشان صوت الكبة. الاكله دي حبايبي حاره، عشان محدش يقول انت حطيتي الحاجه حاره ليه كده. نحط هنا بقى ايه؟ التوابل كده. نحط الملح. هعمل دلوقتي ايه؟ هقلب كله على بعضه عشان هاخد جزء من التوابل دي هحطها للجناحات دي. على فكره الوجبه ديت غاليه جدا في امريكا. هتبل كده، واخد الجزء التاني احطه في الدقيق كده. خلاص اتبلت خلاص. اخد النشا بتاعي كده، والدقيق ده، دقيق الذرة والدقيق الابيض، واحط معلقه هنا بيكنج باودر، واحط بقيه التوابل حوالي معلقه شاي كده. واحط هنا بقيه التوابل اللي عملناها، اللي هي كانت الثوم البودر، البصل البودر، الزنجبيل، القرفه، بابريكا. اعمل كده عشان تكون مبهره وطعمها حلو. ماشي. انا حطيت خلاص التوابل هنا زي ما انتم شايفين، ناقص جوز الطيب. حبيبتي استغربوا كلمه جوز الطيب حبيبتي دي، والكزبره حبيبتي، بس كل مره هقول لكم كده. وابشر هنا برضو عشان يبقى ريحه حلوه كده جميله. اللي عايز يحط مرقه دجاج بودر على الدقيق هتبقى جميله جدا، بس انا ما عنديش. بصوا يا حبايبي، انا لازم ادعك التوابل دي قوي في الجوانح دي، لازم. دي خطوه مهمه وضروريه. نضفوا ايديكم كويس واستخدموا ايديكم في الحاجه، ايديكم بركه. خلطتها كويس جدا كده زي ما انتم شايفين، لونها بقى بينكي شويه. اسيبها ساعتين 3 في التلاجة، وبعد كده هوريكم الخطوه التانية. كده حبايبي زي ما انتم شايفين كده انا بتبل اللي هي الجناحات بالدقيق اللي انا حاطه له كل البهارات بتاعته والتوابل بتاعته والبيكنج باودر. هخلص الكميه دي، هقوم عامله حركه كده بس اخلص دي الاول. الميه الساقعه، واقوم
هحطها في الدقيق كده زي ما انتوا شايفين، ولا اوسخ ايدي ولا اي حاجه، بالسكينه كده. تاني كده ميه ساقعه كده، واحمرهم بقى. طبعا الدنيا هتتملى دقيق، مفيش اي مشكله، هتشيلوها بعد كده مفيش اي مشاكل. كده هقلي طبعا كده كريسبي، هتبقى حلوه قوي. كل واحد يعمل كميه اللي على قد افراد اسرته كده عشان ما نرميش حاجه. بجد وصفه تحفه جميله. كده حبايبي عملت ايه؟ جبت طاسه وحطيت فيها زبده وحطيت فيها زيت عشان الزبده ما تتحرقش. خلاص حطيت الزيت زي ما انتم شايفين كده، وحطيت الزبده. هحط شويه الثوم اللي متبقيين من عندي، ثوم. خلاص هحط بقيه التوابل اللي عندي كده. الطماطم بتاعي كده، الطماطم ديت انا ضربتها وصفيتها من القشر واسيبها تتسبك بس كده حبايبي. خلاص زي ما انتم شايفين الصلصه بتاعتي كده استوت. هحط العسل، دي اسمها البافلو، صلصه البافلو. شاشه. احنا كده خلصنا قليناه خلاص. هحط الجوانح دي هنا تقليبه كده عشان تاخد كلها من بعضها كده. لازم الحركه دي، اللي عايز ياكلها كريسبي ما يعملش الحركه دي، لكن ديت اسمها صوص البافلو. كده حبايبي خلاص زي ما انتوا شفتوا انا حطيتها في الصوص اللي هو صوص البافلو دوت، وحطيت عليها السمسم اللي انا حمرته في شويه زبده. وكده الشكل النهائي بتاعكم. اتمنى ان وصفتي تعجبكم، واتمنى ان انتوا تعملوا لي سبسكرايب وكومنت حلو كده زيكم، وتعملوا له لايك وتشيروا الفيديو عشان يوصل لاعداد كبيره وكده. واتمنى ان انتوا تفعلوا لي الجرس عشان يجيلكم ان شاء الله كل جديد باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.